أهلا بيكم. طيب عمرك حسيت إن كل مجهودك ده بيروح على الفاضي؟ إنك بتتعب وبتسعى بس في الآخر كل ده مجرد إرهاق؟ يعني تحس إن المذاكرة دي شقة وإن طريق النجاح كله ضغط وحرمان وبؤس. علشان كده النهاردة هنفك الاشتباك ده بسؤال مهم جدا. هل كل تعب ومجهود لازم فعلا يكون معناه شقاء وعذاب؟ الحكاية كلها أو يعني سر الموضوع في الفرق بين كلمتين مهمين قوي: المشقة والشقاء. شوف، المشقة دي حاجة طبيعية جدا، ده التعب، السهر، المجهود، ده جزء أساسي من أي سعي حقيقي في الدنيا. لكن الشقاء، لأ، ده موضوع تاني خالص. الشقاء ده حالة نفسية تماما، إحساس إنك بتتعب على الفاضي من غير أي أمل في نتيجة، كأنك بتجري في سباق وإنت أصلا شاكك إن في خط نهاية. الموضوع ببساطة شديدة، المشقة ممكن تكون في الجسم، تعب وإرهاق، لكن الشقاء ده بيبدأ وينتهي في العقل. وهنا بقى السؤال، إزاي نفس المجهود بالظبط ممكن واحد يحس بيه كأنه إنجاز ومتعة، واحد تاني يحس بيه كأنه عذاب وشيء لا يطاق؟ الحقيقة إن الموضوع كله متعلق بوجهة النظر مش أكتر. تعال نفكر فيها سوا. لما حد فينا بينزل يلعب كورة مثلا، مش بيجري وبيتعب وينهج طبعا، بس هل بيحس إنه شقيان؟ لا خالص، بالعكس ده بيبقى في قمة المتعة. يا ترى ليه؟ الإجابة بسيطة، هو نفس المجهود، بس منظورك ليه مختلف تماماً. لما بيكون في متعة وهدف، المشقة الصعبة دي بتتحول لتحدي جميل، مكافئته في الإحساس بالإنجاز نفسه. ومن هنا بقى بنوصل للفخ الكبير اللي أغلبنا بيقع فيه، أكبر غلطة ذهنية بنعملها في حق نفسنا، وهي إننا بنخلق جبال من العقبات الوهمية اللي بتخلي أي مجهود مهما كان بسيط يبان إنه مستحيل. بتلاقي الواحد كده قاعد مع نفسه ويقول يا نهار أبيض، أنا ورايا 6 مواد و3 كويزات الأسبوع ده، ولسه تحضير الميدترم والمراجعات وتسليم المشاريع. وفي لحظة عقلك بيرص كل ده فوق بعضه وبيبني لك جبل وهمي ضخم من المهمات اللي المفروض تخلص. وهي دي الغلطة القاتلة، أو زي ما بتتقال بالبلدي كده، ما تفهمهاش، يعني ما تكبرش الموضوع، لأن تضخيم الأمور والتفكير في كل حاجة مرة واحدة بيعمل شلل، بيخليك تقف مكانك قبل حتى ما تبدأ بأي خطوة. صدقني، البداية دايما هي أصعب حتة، زي ما تكون بتزق عربية واقفة، بس بمجرد ما تاخد أول خطوة وتدخل في مود الشغل، خلاص العجلة بتبدأ تدور والدنيا بتمشي. السر كله في الزخم ده. تمام، عرفنا المشكلة. طب إيه الحل العملي بقى؟ الحل هو إننا نتحول من فكرة الحمل الزائد لفكرة قوة الخطوات الصغيرة المستمرة. في حكمة كلنا عارفينها وبنسمعها، بتقول: قليل دائم خير من كثير منقطع. الجملة دي هي اللي بتلخص كل حاجة. الاستمرارية أهم 1000 مرة من مجهود خرافي ليوم واحد وبعدين تختفي. وخلينا نشوف المعادلة دي بشكل أوضح. إنك بتذاكر 15 ساعة في يوم واحد ده مجهود جبار، صح؟ بس غالباً اللي بيحصل بعده إنك بتنهار وبتحتاج يومين 3 راحة. لكن تخيل معايا كده، لو خليتهم بس 3 ساعات كل يوم بتركيز حقيقي، على المدى البعيد النتيجة بتبقى أقوى وأعظم بكتير. طيب نيجي لنقطة مهمة بتقلق ناس كتير: ماذا لو أنا بتعب وبعمل اللي عليا بس مش شايف نتيجة فورية؟ هنا بقى في فكرة مغلوطة منتشرة جداً، فكرة إن طالما أنا تعبت في طريق معين يبقى لازم النتيجة تجيلي من نفس الطريق ده بالظبط. بس هل ده فعلاً اللي بيحصل دايماً؟ وهنا بنرجع لآية قرآنية عظيمة بتقول: ويرزقه من حيث لا يحتسب. خدت بالك من كلمة لا يحتسب؟ يعني الرزق والنتيجة مش شرط خالص يجوا من الباب اللي انت مستنيه أو بتخبط عليه. الأهم هو الثقة في إن كل مجهود ليه مقابل. تمام، يبقى إيه الخلاصة من كل ده؟ إيه هي خريطة الطريق اللي نمشي عليها عشان نحول المشقة لإنجاز؟ أول حاجة لازم نفرق: المشقة دي طبيعية، جزء من اللعبة، إنما الشقاء ده اختيار، قرار عقلي بحت. تاني حاجة التبسيط، ما تعملش من الحبة قبة، بلاش تبني جبال في خيالك، ركز بس على الخطوة الجاية وبس. وتالت حاجة، خليك في النص، التوازن، لا تضغط على نفسك لدرجة الاحتراق ولا تهمل لدرجة التفريط. الاستمرارية هي سر النجاح الحقيقي. وفي الآخر خالص، بعد ما نعمل كل اللي نقدر عليه وناخد بكل الأسباب، بيجي دور أهم حاجة: الطمأنينة، إنك تعمل اللي عليك وتسيب النتيجة على ربنا، تكون واثق إن مفيش تعب بيروح هدر، وما توفيقي إلا بالله.